يا سلام انت. بسم الله. استعدادا لرمضان غيخصنا الخروب. الا عرفتي القيمه ديال الخروب ما غاديش يبدا يخطاك. الحاجه اللي مهمه في الخروب، ملي كناخذ الخروب ما كناخذش دهنيات، كناخذ كربوهيدرات جيده وكناخذ الياف، وكلشي على الالياف. بطبيعه الحال كناخذ مغنيسيوم، كناخذ الحديد، وكناخذ الكالسيوم. الكالسيوم اللي كاين في الخروب ما فيهش الاوكسالات، وكنعرفوا ان اكثريه ديال الكالسيوم لاصق مع الاوكسالات. والاوكسالات شنو كيدير لنا الحجر في الكلاوي. هذا غيكون فيه الكالسيوم بنسبه مهمه وغتستافد منه. بطبيعه الحال ما فيهش الصوديوم، وجوج معالق ديال الخروب تكون خديتي 5 غرامات ديال الالياف. مهمه بزاف للجهاز الهضمي ديالك، خصوصا في رمضان يكون عندنا مشكل ديال الانتفاخات، العسر في الهضم. فالخروب الا درنا ليه واحد الخليط وزدنا عليه شنو غنزيدوا عليه؟ شنو؟ عسيله اللي فيها انزيمات جيده تساعد على الهضم، مضاد بكتيريا، مضاد التهابات، عسيله حره. غتشد ليا واحد 2 معالق ديال الخروب، ها واحد ها جوج، مزيانه نزيدوا كاع واحد 3 بحال هكا، وانت درتي واحد الخليط جيد جدا. وبلا ما نهضر على انه ما فيش الكافيين، ما فيش الجلوتين. الناس ديال السيلياك البودره ديال الخروب دخلها لي كيك، في الخبز، في لي بار، هذوك اللي كيديروا البار، كريات الطاقه والمسائل. في رمضان ناخذ معلقه مره غتعطيني طاقه، الانرجي، خصوصا مع الصيام، غتقوي لي المناعه وغتعاونني في الهضم. بارطاجي لي هذه الخلطه السحريه مع اصحابك واكي عور.